السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وإخواتي رواد صفحة وقناة شام الأصيل، الله يسعد أوقاتكم. واليوم راح نساوي أكلة جديدة واللي هي أكلة الكعك. والكعك من الأكلات اللي نحن عم نفتقر لها هون بأوروبا، ولو انوجدت ما بتجي مثل الجودة اللي كانت ببلادنا. وإن شاء الله راح نساويها اليوم هون، وبتتذكروا فيها الطعمة اللي كنتوا تاكلوها بالشام تحديدا، بمكونات سهلة ومقادير كتير كمان سهلة، وإن شاء الله بتزبط معكم وتدعوا لي عليها. بيلزمني أول شي 3 كاسات ونص طحين عادي، وكاسة ونص طحين فرخة من هاد حجم الكاسة. وإذا عندكم أنتو كاسة غير هذا الحجم ما بيأثر، إذا بتمشوا على نفس العيارات بالكاسة اللي عندكم كمان بيمشي الحال. وبيلزمني 3/4 الكاسة نشا، وكاسة سكر، وفيكم تضيفوا عليها معلقة ونص إذا بتحبوا أحلى من هيك، بس مو أكتر من هيك تضيفوا. بيلزمني كاسة حليب، وكاسة زيت أبيض مازولا. وبيلزمني بيض عدد 2، ومعلقة صغيرة مليانة محلب، وربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة فانيليا، طبعا معلقة مليانة. هي كل المقادير اللي هلأ بدها تلزمني. أول شي نحن لازم نحط السوائل والمقادير الناشفة لحال، المسحوق لحاله، والمقادير السائلة لحالها باستثناء السكر. نحن هلأ بدنا نخلط البيض والحليب والزيت والسكر، بدنا نحطهم بخلاط لحتى يدوب السكر منيح ولحتى ينخفق البيض منيح. وهلأ بتشوفوا الطريقة كيف. اخواني هلأ مثل ما حكينا رح نحط المقادير السائلة. أول شي رح أحط كاسة الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي البيض عدد 2، وهي الحليب. بسم الله. والسكر. بس هدول المكونات لحالهم والبقايا لحال، وبنشغل عليهم لحتى يدوب السكر منيح وينخفقوا منيح، يعني حوالي دقيقتين. اخواني وهلا بدنا نحط المقادير الجافة. الطحين. بسم الله. وطحين الفرخة. و3/4 الكاسة النشا. ومعلقة محلب مليانة، وربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة فانيليا كمان مليانة، معلقة صغيرة طبعا. كمان معلقة مليانة بيكنج باودر. وهلأ بنخلط المكونات الجافة مع بعضها. اخواني هلأ بعد ما خلطت المكونات الجافة والسائلة مثل ما شايفين، هلأ ببلش نضيف عليهم المكونات السائلة اللي خليناهم ينخلطوا منيح. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي لحتى تتماسك العجينة مع بعضها. هي على قد هدول تتماسك تمام إن شاء الله. واللي ما عنده عجانة بيقدر يعجنها على إيده، بس بدها تعذب شوي لأنه هي العجينة دبقة. وبس تلاقوها دبقة هذا دليل على إنه العجينة ظابطة و100%. بس بالمرحلة الثانية رح تكون العجينة كتير سلسة بين ايدينا ومريحة. هي بس بالبداية حتكون دبقة. نتركها هيك عم تنعجن لحتى تتماسك وتتجانس مع بعضها البعض.
اخواني هلا بعد ما جهزت العجينه وصارت عندي بهذا الشكل، قلت لكم بكرر مره ثانيه انه اذا لقيتوها هيك دبقه لا ترتعبوا منها، هذا دليل على انه العجينه شغاله مزبوط 100%. هلا بعد ما صارت عندي بهالشكل، هلا بنغطيها وبنتركها ساعه تماما، ساعه مو اقل. الساعه كثير ضروريه ولا اكثر، كثير بكفيها ومنيح ساعه. وبشوفكم ان شاء الله بالمرحله اللي بعدها. اخواني هلا بعد ما جهزت العجينه وصارت عندي بهذا الشكل، بعد ما عجناها بساعه تماما، شوف كيف صارت، ما عادت تبقى مثل الاول، صارت تمسك معي وسلسه كثير بالشغل. هلا بيلزمني مكونات مشان تجهيز الكعك. بيلزمني للدهن نص كاسه حليب، بسم الله، نقطتين بالضبط يعني خل، شفتوا اللي حطيتهم قدهم ها مو اكثر. هذا بيقضي على الزنخه وبيعطي جماليه لوش الكعك. مع البيض، بيضه واحده، نخفقهم مع بعض. هيك صاروا عندي جاهزين. بيلزمني سمسم عادي، سمسم مع حبة بركة، وهذا كله بيرجع لكم انتم. في ناس بيحبوها سادة، في ناس سمسم عادي، في ناس سمسم حبة بركة، في ناس بيحطوا يانسون. هاي الشغلة بترجع لكم. هلا هيك صاروا اغراضنا كلها جاهزة. هلا بنبلش بتشكيل الكعك وخبيزه. في ملاحظة بدي لكم عليها، لازم تشغلوا الفرن على حرارة 160 قبل ما تبلشوا تشووا الكعك ب10 دقائق. 160، وبس نحط الكعك بنزوده لل 180، بس نحط الكعك. شوفكم ان شاء الله بالمرحله الجايه. اخواني هلا بنبلش نشكل الكعك. بناخذ شقف صغيره مثل هيك، بنبلش نفتلها. في ناحيه كثير ضروريه لازم تعرفوها، كل ما كانت رفيعه الكعكه كل ما كان احسن. يعني تقريبا هيك بعرض الخنصر، وانا حاطط ورقه زبده مشان اقيس الشقفه اللي انا بدي اساويها، مشان يطلعوا كلهم بشكل حلو وجمالي. يعني من هون لهون كثير بتطلع شكلها حلو هيك. شايفين ما احلاها؟ بس صارت عندي هيك مباشره على البيض، على السمسم، رصه خفيفه، صارت عندي جاهزه. هلا واحدة اختها يكونوا نفس الطول، نفس الطريقة. حاولوا تخلوهم بعاد شوي عن بعض، نفس هي المسافة، لأنه هي لسه بدها ترتاح. وحاولوا تخلوها بهذا الرفع، هيك كتير بلاقيها منيحة أنا. إذا كانت أدخل من هيك قلبها بضل طري وبتروح هالقرشة منها. في ناس بتحبها بسمسم وحبة بركة، في ناس بتحبها سادة. هذا الشي بيرجع لكم، كل واحد حسب شو بيحبها، حسب الذوق. في عنا شكل ثاني كمان بتقدروا تتحكموا فيها. تعملوها شكل دائرة. هاي غيرنا شكل، وبدكم سادة بدون سمسم حبة بركة كمان بتصير. اخواني هلا بعد ما تم تشكيلهم، شوفوا كيف طلعوا، شايفين ما احلاهم. هي شكل مدور، هي سمسم حبة بركة، هي سمسم سادة، واذا حبيتوا تسووها سادة بتسووها.
قلت لكم حرارة الفرن أول شيء على 160 وبنشغله من تحت، وبعد ما نحط الصينية من تحت بهذا الشكل، بسم الله، بعد ما نحطها بحوالي 4 دقائق بنرفع الحرارة لل 180، بس يستوي سفلهم بنرفعهم لفوق وبنشغل من فوق، وبشوفكم إن شاء الله بالمرحلة اللي بعدها. هلا هيك إخواني تكون من تحت صارت الكعكة تمام إن شاء الله. شوفوا شلون بلش اللون بين من عندي، شايفين لونها محلاه من تحت. هلا هيك صارت جاهزة. الفرن على 180. هلا بنساويه من فوق وبنرفعها لفوق في تحت وبنشغله بس من فوق. بشوفكم ان شاء الله بالمرحلة الجاية. اخواني هلا هيك بتكون صارت عندنا جاهزة من فوق ومن تحت بهذا الشكل. شوفوا شكلها محلاه. بسم الله. هاي من تحت. بس هلا لازم محتى يدقر فيها لبعد نص ساعة، خلوها لتبرد وبعد منها. كل ما طولته شوي كل ما أحسن، مشان القرشة والطعمة تكون تمام. شايفين اخواتي شلون؟ شوفوا محلاهم. وبشوفكم ان شاء الله بمرحلة التقديم. اخواني هلا هيك وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، وهي النتيجة مثل ما لكم شايفين. بتمنى انه تجربوها وتنال اعجابكم. وفي نصيحة حابب انصحكم اياها بالنسبة للعيار، يعني لا تكتروا العيار كتير، على قد اللي انا سويته، وبس تبرد بتحطوها بعلبة وبتغطوها ما تشم الهواء زيادة مشان ما تبس، تضل فيها القرشة اللي انتم بتحبوها. هلا المحلات بيستخدموا مادة هي مادة النشادر، والمادة النشادر مو صحية للإنسان، هن بيسووها مشان تطول معهم وتضل يعني فترة منيحة. بتمنى انه تجربوها وتنال اعجابكم ويسعد اوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.